السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الخيار المخلل في البيت. صدقيني اجمل كتير كتير من اللي بتشتريه من بره. مقرمش معاكي لاخر واحده وملح مظبوط ولون ذهبي. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. اول حاجه هنبتدي بيها تجهيز البوله، وهنزل فيها بكميه الخيار دول معايا 3 كيلو. اهم حاجه علشان الخيار المخلل يطلع معاكي مظبوط تجيبي الخياره البلدي اللي بيكون حجمها صغير، وتيجي تقطمي الخيارة تلاقيها بتتقطم معاكي وناشفة. ابعدي خالص عن اللي حجمها كبير والخيارة تكون معاكي طرية. غسلت الكمية كلها، وبعدين جبت الشوكة وهبدأ كده أنغز كمية الخيار. ليه الحركة دي؟ علشان أنا مش عايزة الخيار بتاعي ياخد وقت أثناء التخليل. هخلص الكمية كلها بالشكل ده، وهجيب بقى كده البرطمانات اللي أنا هحط فيها الخيار. طبعا أنا غسلاها كويس ومنشفاها. هبدأ كده أرص الخيار بتاعي بالطول. أهم حاجة إن انتي ما تسيبيش مسافة ما بين خيارة والتانية، يعني تخلي كله كده ما يكونش فيه فراغات. ممكن تضيفي اللي هي الشطة، ممكن تضيفي الفلفل الرومي الأخضر، ممكن تخلليه مع الخيار. تقريبا هياخد نفس المدة بتاعة التسوية بتاعة الخيار. اهم حاجة ان انت تكبسي الخيار كويس وما تسيبيش فراغات. ممكن كمان بدل الشطة والفلفل ممكن تقطعي شرايح من الليمون. اي حاجة عايزة تحطيها مع الخيار المخلل حطيها. هبدأ كده أرص برضو زي ما انتوا شايفين بالطول، وببدأ كده أكبس بإيديا، وبشوف كده المكان اللي هو الفاضي. أنا زي ما قلتلك مش عايزة أي فراغات في قلب البرطمانات من جوه. ده كده شكل البرطمانات بتاعتي بعد ما كبست فيها الخيار كله. هوريها لكم شوفوا عاملة ازاي، مفيش أي فراغات ولا أي تهوية. هبدأ بقى كده أجيب المحلول بتاعي. ده كده معايا 2 لتر من المية، عليهم كوباية من الخل الأبيض. 2 لتر من المية عليهم كوباية من الخل الأبيض. هنزل على كل لتر مية ب3 معالق كبار من الملح. لكل لتر مية 3 معالق كبار من الملح. طبعا البرطمانين بتوع الخيار مش هياخدوا كمية المية كلها. هبدأ برضو أنزل عليهم بمعلقة من الثوم المهروس. لو عايزة تحطي الثوم صحيح، بس طبعا الثوم المهروس بيبقى طعمه أحسن في الخيار المخلل. هبدأ أنزل بالمحلول بتاع الملح والخل وكمان الثوم في قلب البرطمانات. أكيد طبعا البرطمانين مش هياخدوا ال2 لتر مية. طبعا المية بتكون على حسب الحجم بتاع البرطمان. وعلى الوش كده حطيت معلقة من الشطة البودر. حطوا معلقة صغيرة من الشطة البودر. هقلب بقى كده البرطمان كده واقلبه يمين وشمال، علشان انا عايزة كل حاجة تدخل مع بعضها، الملح مع الشطة مع الخل مع الثوم. هبدأ كده احرك البرطمان يمين وشمال. طيب وايه تاني؟ انا هبدأ كده اقلب البرطمانات لمدة ليلة كاملة. انا هسيبها كده لمدة ليلة كاملة، وهاجي كده تاني يوم اقلبها على الوش. بالظبط كده يا جماعة استوى معايا بعد اسبوع بالظبط. هو طبعا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وصدقوني مش هيبقى فيه اي ريم ولا اي حاجة. في ناس بتزود ملح ليمون. لو انت حابة تحطي يعني ربع معلقة لكل برطمان من ملح الليمون مفيش اي مشكلة. لكن انا استكفيت بالسوائل بتاعتي وطلع معايا مظبوط. ده كده بقى شكل الخيار بتاعي. مش عايزة نقولك بقى بعد يومين او بعد 3، هو اخد معايا بالظبط اسبوع وطلع باللون والجمال والقرمشة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة نقولك اجمل كتير كتير من اللي بتشتريه من بره. ويا جماعة والله ما بياخد وقت، يعني اسبوع وبتعملي الحاجة بايديكي وضمناها وعارفة انت عاملة ايه. رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وما تنسونيش كمان في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.